السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين. حبيباتي إخواني أخواتي، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وعلى خير. جيت لكم اليوم إن شاء الله باش نديروا لوبيا أو الفاصوليا البيضاء. حبيباتي نقول لكم هو الأول باش كتمتاز هاد اللوبيا هذه. بالنسبه لهاد اللوبيا كتمتاز بالبروتينات والكربوهيدرات والالياف والفيتامينات والمعادن وغيرها. مزيانه للناس اللي كيتابعوا الحميه باش كينقصوا في الوزن، لانها كتحسسنا بالشبع لمده طويله. فيها حمض الفوليك اللي كيمنع الجنين من التشوهات وكتحمي من الاصابه بالسرطانات، بحال جميع البقوليات. حبيباتي رجعوا الفيديوهات اللي سبق اللي درت ديال العدس وديال الجلبانه اليابسه، راه تكلمت لكم بزاف على هاد البقوليات هادو، هاد القطاني، بانهم راه مفيدين بزاف بزاف وما كناخذهمش بزاف. انا غنقول لكم علاش ما كناخذهم بزاف. المهم حبيباتي كتساعد في الهضم وكتحميك من الامساك والتهاب القولون، وكتقلل نسبه الكوليسترول في الدم، وكتحافظ على مستوى معتدل من السكر في الدم، وكتحسن وظائف الدماغ، يعني مزيانه للالزهايمر، مزيانه. المهم راه تكلمت لكم على هاد الحوايج هادو فاش درنا الجلبانه اليابسه، رجعوا للفيديو ديالها. حبيباتي حنا كنخافوا من هاد البقوليات، كنخافوا منهم بزاف، من هاد القطاني كنخافوا منهم بزاف. علاش كنقولوا بان راه كيديروا لينا لي غاز؟ هما فيهم بزاف ديال هاد الفيتامينات ومزيانين لينا للذات وكلشي. علاش كنتخلاو عليهم؟ علاش؟ وبالنسبه لي غاز، بالنسبه للوبيا خصوصا اللوبيا كيخافوا منها الناس بزاف. انا الطريقه اللي كندير اللوبيا والفاصوليا كنديرها في طنجره بوحدها، كطيب بوحدها. وهاد الرغوه اللي كتشوفوا انا حيت ليها الرغوه، كيف ما كتشوفوا هاد الرغوه هادي مني كطيب كتبقى كتغلي الفاصوليا، كتكون فيها كتكون ليها واحد الرغوه من الفوق. كنحاولوا كنحيدوا ديك الرغوه، هي اللي كيكونوا فيها لي غاز، فكنتخلصوا من هذوك لي غاز. هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه كنديروا لاصوص بوحدها، يعني عمرنا ما نخلطوش اللوبيا مع لاصوص، يعني مع صوص طوماط او مع الطماطم، لان هذيك الطماطم هي اللي كتخلي هذوك لي غاز مثلا كيتحجروا فيها، كيبقاو فيها ما كيخرجوش. هكا انايا كندير اللوبيا ديالي والحمد لله كناكلها، ما كيكون فيها لا لي غاز لا حتى شي حاجه. وفي الاخير يا الليله كليتيها راه كتاخدي دائما الا خفتي من لي غاز ديال شي حاجه، كليتي شي حاجه وخفتي منها انها تضرك في المصران، كتاخدي معاها واحد المعلقه ديال الكمون في الاخر. فهذا هو السر، انا هادو هما الاسرار اللي عندي اللي كندير بالنسبه للبقوليات، وخص ضروري ناكلوهم، يعني ما نتخلاوش عليهم لانهم راه مفيدين بزاف. وللاسف كيحيدهم لينا هاد القضيه اللي كنقولوا حنا راه كيديروا لنا لي غاز في المصران. على بركه الله ندوزو باش نديروا المراحل ديالنا كيفاش كنطيب اللوبيا ديالي. حبيباتي على بركه الله نشوفوا المقادير اللي كنحتاجوا ليها. هذه فاصوليا بدون لحم يعني اقتصاديه في ظل هذه الازمه هذه اللي كيمروا بها الناس جميعا. اللهم يا ربي تفرج على الجميع يا سيدي ربي، وتحيد هذا اللي عنده شي ازمه، الله يفرج عليه يا ربي. بالنسبه للمقادير كناخذ بصله، القزبر والمعدنوس، واحد 3 دريسات ديال الثوم. بالنسبه للعطريه عندي البزار او الفلفل الاسود، القزبر حبوب، قزبر مطحون حبوب يعني مطحون، البابريكا او التحميره، والملح بطبيعه الحال. هنا عندي مطيشه او طماطم مطحونه، وعندي جزره محكوكه حتى هي كتساعدنا باش لي غاز، يعني كنستافدوا كتحيد لنا لي غاز من البقوليات. حبيباتي على بركه الله نبداو. درت هنا الزيت، درت في الطنجره الزيت. الوغ غادي ندير الثوم، غادي نخليه يتشحر واحد شويه باش كيطلق لينا هذيك النسمه ديال الثوم في الزيت. بسم الله. حبيباتي نحاولوا ما نتخلاوش على هاد البقوليات، ندخلوهم في الاسبوع، يعني ضروري ندخلوهم في الاسبوع كما سبقت وقلت لكم. مره لوبيا، مره عدس، مره حمص، مره الجلبانه اليابسه. الله اكبر. المهم كنديروهم على مدار الاسبوع وكنستافدوا منهم.
هنا حبيباتي تشحر لينا الثوم شويه، نديرو البصله، كنشحروا البصله ديالنا، كنخليوها تدبل لينا شويه طيح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطاهرين اجمعين. حبيباتي كيف ما قلت لكم هذا هو السر، ما عمرنا كنديروا لاصوص مع كطيب مباشره مع اللوبيا في الاول. هاد القضيه راه خاطئه. كنديروا اللوبيا كطيب بوحدها وكنديروا لاصوص بوحدهم، ومن بعد كنمزجوا الكل وكنخليهم ديك الساعه، يعني حتى كطيب مطيشه بوحدها وكطيب اللوبيا بوحدها عاده كنمزجوهم وكنخليهم كيكملوا الطياب. الا درنا مطيشه من الاول مع اللوبيا كتحجرها وكتخلي دوك لي غاز كتخليهم كاينين في اللوبيا، يعني ما كتخليهمش يخرجوا. هنا حبيباتي غادي نديرو الجزر، خيزو الجزر، ونعلموهم لوليداتنا. هاد القطاني هادو كنشوف بان بزاف ديال الوليدات يعني ما كياخذوهمش او ما كياكلوهمش لانهم ما متعودينش عليهم. كنخليو الجزر حتى كيدبل وكيهبط. نعودوا وليداتنا باش ياكلوا اي حاجه درناها في البيت خصهم يتعودوا ياكلوها. من بعد حبيباتي كنديروا الطماطم المطحونه. بسم الله. كنديروا الفلفل الاسود بزاف، قزبور حبوب مطحون، تحميره او البابريكا. حبيباتي ديروا هذا الحرقم بالزيت حتى هو ديروه، وديروا السكنجبير. انا سالاو ليا فما درتهم. وكيف ما كنقول لكم دائما نجود من الموجود. الا عندي الحاجه غنديرها، ما عنديش الحاجه ما غاديش نديرها. والله العظيم كتطلع لذيذه بزاف، يعني كتكون زوينه. حبيباتي نطيبوا بحب، نطيبوا بحنان، نطيبوا بقلب صافي وبقلب طيب، ونذكروا الله سبحانه وتعالى ونسبحوا ونستغفروا ملي كنكونوا كنطيبوا شي حاجه. صدقوني البنات غادي تخرج الماكله من ألذ ومن اروع ما يكون. وكيف ما كنقول لكم دائما والشعار ديالي انا هو نجود من الموجود. اللي كاين عندنا غادي نديروه. حبيباتي كاين الزيتون، انا ما عنديش الزيتون. ديروا الزيتون، ديروا الفلفل الحراق او الفلفل الحار حتى هو ديروه، راه كيجي مع القطاني بزاف، ولكن انا ما عنديش فغادي نكتفي بهادو. وغادي تشوفوا كيفاش غادي تطلع اللوبيا، غتطلع من اروع ما يكون. ويا ريت لو كنتوا حدايا وتذوقوها. لاصوص ديالنا هي هذه، غادي نخليوها تشحر لينا على خاطرها. من بعد ملي كتشحر غادي نزيدوا ليها واحد شويه ديال الماء باش تكمل الطيب مزيان. ومن بعد ملي كطيب لينا اللوبيا تقريبا
تكون قريبه الطيب، يعني فايته نص طيبه. من بعد كنخلطوا كنمزجوا لاصوص مع اللوبيا، كنخليوهم كيكملوا الطياب ديالهم، ومن بعد ان شاء الله في ديك المرحله غادي نرجع لكم. وهنا في هذه المرحله حبيباتي راه درت لاصوص مع اللوبيا. من بعد ما شحرت لاصوص مزيان واللوبيا راه قربت طيب، فمزجتهم مع بعض. درت ناخذ الحامض، حبيباتي نسيت ما قلت لكم بان اللوبيا راه ضروري خصها ترقد قبل بليله. يعني انا هاد المساله هذه كنقولها بالنسبه للمبتدئات، اما بالنسبه لكم سيدات يعني حبيباتي راكم عارفين هاد المساله هذه، لان اللوبيا راه صعيب عليها باش طيب، فكنديروها كترقد. من بعد ما كنغسلوها مزيان وكنديروها كترقد في الماء الكافي اللي كيغطيها كامله. وكنخليوها كترقد ليله كامله. مثلا غادي نديروها اليوم في الغداء كنرقدوها بالليل، وفي الصباح ان شاء الله كتكون واجده. وكنديروا لها هذه المرحله هذه اللي درت معكم، وان شاء الله ملي غادي طيب اللوبيا ديالنا غادي نوري لكم التقديم ديالها. حبيباتي هذه هي اللوبيا ديالنا، هكا كتجي راه هي خاتره وفيها لاصوص ومن ألذ ما يكون. والله البنات صدقوني جات روعه، لا مذاقا ولا منظرا ولا رائحه، بدون لحم، يعني لوبيا اقتصاديه وجات لذيذه بزاف. كنصحكم البنات باش تجربوها. هنا كينتهي الفيديو ديالي حبيباتي، شكرا لكم بزاف على تعليقكم وعلى تحفيزكم. فمزيدا من لي لايك ومزيدا من البارطاج، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنشكركم بزاف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.